عايز تعرف ايه الخطوات اللي بيها تخلي بني ادم يفضل يتلاشى 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 لحد ما يختفي من قدام منك؟ اعمل فيه كالاتي. في مره كنت شغال في منظومه من اللي هي لا بتشكر ولا بتحمد ولا بتقدر المجهود، وكلمة الله ينور ما بتسمعهاش غير لما النور يبقى قاطع ويجي، والزيادة السنوية في المرتب بتزيد على كل 10 مليون 10 جنيه. المهم المنظومة دي وصلتني أقسم بعزة وجلالة الله واتسأل قدام ربنا يوم القيامة على كلامي هذا. أنا فضلت سنة كاملة باجي من الشغل بروح البيت من بعد بقى ما خلاص أنا حسيت إن أنا كل اللي حواليا مش حاسين بكم المعاناة اللي أنا بقولها لهم. لما حكيت وفضفضت بقى اللي بيتقال لك اصبر، بقى اللي بيتقال لك معلش فتره وهتعدي، بقى اللي بيتقال لك في غيرك مش لاقي، بقى اللي بيتقال لك ما تكونش سبب انت في قطع لقمه عيشك. خلاص ضاقت بيك الحلول ووصلت بيك ان انت بتيجي من باب بيتك بتخش تقعد في الاوضه سنه كامله ما بتتكلمش، مصاحب التليفون مصاحب السرير مصاحب الغطا، وعزه وجلاله الله فكرة ان انت تخلص من حياتك عمالة تدور حوالين منك، عايزة تسيطر على عقلك وتقنعك ان ده هو الحل، لحد ما تخلصت منها وتخلصت من منظومة وبعت القضية وكسبت نفسي. ادي مثال. المثال التاني، كنت في نادي ما، واحد صاحبي وعزة وجلالة الله بيكلم الكورة، يعني الكورة ديت لو واحدة كان زمانه جابها سكة بغمزة بس. المدرب بتاع النادي دوت كان نظامه كالآتي، يشوف الشاب من دولت يمضيه على عقودة، عشان لو في يوم من الأيام في نادي جه بص عليه وتوسم فيه خير وخده عشان يضمن له مستقبله، تعالى عقده معايا. لو النادي ده هيدفع فيه 10 هو يطلب فيه 100، لو النادي ده هيطلب فيه 100 هو يطلب فيه مليون. ده غير السمسره والعموله ويراضي اللي في النادي من اصغر عامل لاكبر عامل وي وي وي. المهم لو ما خدش اللي في دماغه يعطل مستقبل اخينا دوت اللي ضيع مستقبله وضيع فلوسه وشقى اهله عشان يوصل لحلمه. اخينا دوت اللي كان بيكلم الكوره فضل يحفي ورا البني ادم دوت ويتحايل عليه عشان يسيبه يكمل ورا حلمه ويجري ورا مستقبله ويسعى ويشق طريقه ويكون هو النجم الساطع في عيلته اللي هيصرف عليها ويحسن من عيشته. كان ناقص بس والله العظيم ان هو يبوس الجزم عشان اخينا دوت يسيبه ويطلعه من النادي. واخينا ده قاعد حاطط رجل على رجل، لا والله انا عايز قد كده. واخينا التاني يحفي لحد ما يجيب له اللي يدفع الشيء الفلاني. واخينا دوت قاعد طالما هم قادرين يدفعوا القرشين دول انا خليتهم 3 قروش، لحد ما اخينا دوت في يوم من الايام فقد الامل وبطل يسعى ورا حلمه. وغيره 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 امثله كتير بالهبل. في كل شارع في احمد رفعت، في كل شركه في احمد رفعت، في كل دكان في احمد رفعت، في كل بيت في 5 6 احمد رفعت، بس مش قادرين يتكلموا ولا قادرين يعبروا عن اللي جواهم ولا قادرين يعرفوا الناس هم حاسين بايه. وما صدقوا اليومين دول شموا نفسهم وبقى كل واحد طالع يعبر عن نفسه. والله يا جدعان بنشتكي بقالنا زمان، والله يا جدعان نفسنا حد يسمع بينا. يا جدعان هو انتوا لازم تسمعوا بينا وتحسوا باللي جوانا لما تحصل مصيبه ونفقد حد عزيز علينا. وعزه وجلاله الله اللي بيقهر بني ادم وبيسكنه التراب لما بيحس ان نفسيته متداس عليها بالجزمه، لما بيحس ان مجهوده متداس عليه بالجزمه، لما بيحس ان حلمه متداس عليه بالجزمه، لما بيحس ان شبابه واحسن سنين عمره متداس عليهم بالجزمه. كل دوت قادر ان هو يخلي البني ادم عايش معاك وانت بتشوفه كل يوم، بس هو خيال مآتة عمالك كل يوم بتتلاشى حته من جواه لحد ما تتلاشى نفسيته وتتلاشى صحته ويتلاشى حلمه ويحس ان هو ما بقاش ليه اي لازمه في الوجود. كل ده بيلعب في عداد عمره. اقسم بالله يا جدعان لو مشيتوا في الشارع ومسكتوا 10 تنفار هتلاقوا 9 منهم مقهورين ومحدش حاسس بيهم. وكلمة الطبطبة بس استحمل عشان غيرك مش لاقي، الكلمة اللي بتصبر بس لو بعدت عن المكان اللي بيقهرك مش هتلاقي تاكل، فاستحمل القهر وخد القرشين. الناس لما بتقول انا مش قادر اكمل ومش قادر استحمل وحاسس ان انا بنهار محدش بيحس بيها غير لما بتسكن تربتها وبيتردموا بالتراب. كل واحد بيفتكر له ذكرى وكل واحد بيطلع بمعلومة كان قايلها له هو وبيقول ياه ده كان فعلا شايل الطين على دماغه. هنفضل لحد امتى ندوس على بعضينا؟ هنفضل لحد امتى نسمع بعضينا كلام ما يستحملوش الحجر؟ هنفضل لحد امتى ما نحسش ببعضينا؟ هنفضل لحد امتى اللي بيطول يركب التاني بيركب وبيدلدل رجله وبيتقول له شيح؟ احنا مش جايين الحياه ديت عشان كل واحد ربنا كرمه فيتعوج، مش مولودين في الحياه ديت عشان كل واحد يكسر نفس التاني. احنا موجودين هنا عشان نعين بعضينا، وكل اللي ربنا اداله حاجه يقف في ظهر زميله، زميله لما هيكبر مش هينساله دوت. وكل دي هتبقى مجموعه هتنجح. منظومه الكوره في مصر وعزه وجلاله الله ما فيها عدل،
والله العظيم قاعدين على القهاوي مواهب تركب الدوري المصري، وعزة وجلالة الله شباب قاعده بتشرب معسل احسن من شباب راكبه رانج روفر. لو ما اخدوهاش سبوبه منتخب مصر ده هينافس على كاس العالم. والله العظيم انتم عايزين تستوعبوا ان العيل الصغير ده لو خدته استثمار ونميت موهبته ووقفت في ظهره واتقيت الله فيه، هو هيشيلك الجميل دوت لحد ما يحط راسه في التراب. لكن انت لما تاخده وتمص دمه وتمص دم عيلته وتقول له انا عايز الافات مؤلفه عشان امضيك في النادي الفلاني، والنادي الفلاني ياخده يقول له انا عشان العبك عايز الافات مؤلفه، وكلكم شايفينه سبوبه وهو نفسه وامنيه حياته ان هو حد يجري ورا موهبته، وفي الاخر لما يصرف اللي وراه واللي قدامه يلاقي نفسه معهوش حق التذكره اللي يركب بيها عشان يروح بلد تانية يجري ورا حلمه فيها، تخلوه ينهار ويتكسر بنفسه فيروح يقعد على القهوه يتلم على صحبه سوق صحبه سو ويدور بيه الزمن ويفضل قاعد مقهور على عمره وعلى حلمه وعلى موهبته. عندنا اللعيب هنا بيوصل 30 سنه وبيقولوا عليه لسه ناشئ، بره نجم الفريق عنده 16 سنه يعني لسه ما دخلش الثانويه عامه. احنا هنفوق امتى؟ وده مش الكوره بس، ده انت خد الكوره وقيس عليها الباقي كله. والله العظيم لو كل واحد خد مكانه واتعادت هيكلة كل حاجة وتشكيلها وترتيبها من الأول وجديد ما هيبقى في حد زينا. مش لازم كل واحد ربنا كرمه بمكان إن هو يحتقره ويعتبر إن هو خلاص بقى ده الورث الشرعي لعياله وأحفاده وأحفاد أحفاده وأحفاد أحفاده. ده مش عدل ربنا، كلنا هنتحاسب، بس انتوا حسابكم غير حسابنا. عشان انا واحد من الناس ان ربنا كرمني بموهبه واتدفنت في التراب، وقيس على كده كل باقي الشباب. ربنا يرحمك يا احمد ويرحم ابويا ويحسن اليكم ويسكنكم فسيح جناته ونشوفكم في الجنه ان شاء الله.